السلام عليكم حبايبنا طلاب وطلبات الصف الثالث الثانوي في الثانويه العامه او الثانويه الازهريه. بنبدا مع بعض النهارده شرح اول دروس الفصل الثالث بعنوان قانون فاراداي وقاعده لينز. بنبدا الدرس مع بعض بشرح المعلومات الاساسيه الخاصه بقانون فاراداي وقاعده لينز وشرح تجربه فاراداي. الجزء الثاني بنروح لشرح الحل وفيه بنستعرض افكار قاعده لينز وبنستعرض عدد كبير جدا من الامثله الوارده في الكتب الخارجيه عشان تقدر تتدرب عليها بشكل كويس. وبعد كده نروح لمسائل قانون فاراداي وفيها برضه بنشرح ازاي بنحل المسائل، وبرضه بنستعرض عدد كبير جدا من افكار الكتب الخارجيه. وبعد كده بنروح للافكار النظريه وبرضه بنشرحها معاك، وبرضه عدد كبير جدا من اسئله الكتب الخارجيه. الجزء الثالث بنستعرض معاك عدد كبير جدا من اسئله السنوات السابقه سواء في الثانويه العامه او الثانويه الازهريه عشان ما تبقاش منفصله عن واقع الامتحان. بنبدا مع بعض في الشرح. بنسال نفسنا في الاول سؤال بسيط جدا، هو ازاي احنا بنولد كهرباء؟ السؤال بسيط جدا، احنا بنولد كهرباء باربع طرق معروفين بالنسبه لنا. اول طريقه البطاريات او الاعمده الجافه او الاعمده البسيطه هي طرق بنولد فيها الكهرباء عن طريق تحويل الطاقه الكيميائيه لطاقه كهربيه. الطريقه الثانيه بنسميها ظاهره التاثير الكهروحراري، ودي موجوده في التلفزيون القديم بتاع زمان، فيها ان احنا بنسخن سطح معدني فلما يسخن قوي يبدا يخرج الكترونات، فدي بنسميها ظاهره التاثير الكهروحراري. الحاجه الثالثه ظاهره التاثير الكهروضوئي اللي موجوده في الاله الحاسبه اللي زي دي مثلا. دي بيسموها خليه شمسيه. نظامها ايه؟ قال لك والله هو يسقط عليها ضوء فيخرج الكترونات، لذلك سماها ظاهره التاثير الكهروضوئي. النقطه الرابعه والاخيره بنتكلم عليها ظاهره التاثير الكهرومغناطيسي، ان في تفاعل بين المجال المغناطيسي بيبدا يولد في تيار كهربي. ازاي؟ ده اللي احنا هنشرحه مع بعض النهارده. نبدا باول حاجه نشرح يعني ايه الحس الكهرومغناطيسي. صلوا بينا على النبي. اول حاجه لو تلاحظ هنا بالراحه خالص، في معايا مغناطيس، المغناطيس ده خارج منه خطوط فيه، خط قاطع الملف وخطين بره الملف ومش بيقطعوه. الطباعه دايما بتميل لحاله الاستقرار. يعني ايه بتميل لحاله الاستقرار؟ يعني الملف ده عاوز الفضل اللي جواه يفضل ثابت، لا عاوزه يزيد ولا عاوزه يقل. وبناء عليه احنا لاحظنا ان احنا لما بنقرب المغناطيس من الملف ان في تيار مشى بالشكل ده. طب تفسير اللي حصل ده ايه؟ بكل هدوء المغناطيس بيقرب. طب المغناطيس لما قرب الفضل اللي بيقطع الملف زاد. الملف مش عاجبه الزياده اللي حصلت في الفيض، الملف عاوز الطاقه اللي جواه تفضل ثابته، عاوز الفضل اللي جواه يفضل ثابت. طب الملف يحارب ده ازاي؟ الملف هيضطر ان هو يعمل فيض في عكس الاتجاه بالشكل ده عشان يمنع الزياده اللي حصلت في الفيض. هو عاوز الفيض اللي جواه يفضل ثابت. طب ما هو الفيض اللي في عكس الاتجاه الاحمر ده حتى بيسموه فيض مستحث، المفترض هو جاي من الجنوب رايح للشمال. وبناء عليه انت عشان تعمل هنا قطب شمالي هتضطر انك تمشي التيار الكهرباء عكس عقارب الساعه. بالبلدي كده تعال نشوف ترتيب الاحداث. اول حدث حصل انك قربت المغناطيس. 2 الفيض اللي بيقطع الملف زاد. 3 الملف مشى تيار عكس عقارب الساعه. طب ليه؟ عشان يعمل فيض في عكس الاتجاه يمنع الزياده اللي حصلت في الفيض. وفي السكه كمان معاه عمل قطب شمالي. تخيل كده القطب الشمالي مع الشمالي يتنافروا ولا يتجاذبوا؟ يتنافروا. ده معناه ان هو برضه الملف مش عاوز المغناطيس يقرب. وبناء عليه في النهايه نقدر نقول بشكل بسيط جدا، هنا كم خط فيض بيقطع الملف؟ الاجابه 1. طب هنا كم خط فيض؟ هتقول لي 5، لا 4، لا 3، لا 1. 1 ازاي يا استاذ؟ ما هو الاثنين دول هيلاشوا بعض والاثنين دول هيلغوا بعض، وبالتالي هيتبقى عندك كم خط؟ خط واحد. وهنا نقدر نقول ان الملف ده حافظ على الفيض اللي جواه بيظل ثابت. الكلام ده برضو بيحصل لو الفيض بيقل. يعني انت لما تيجي تبعد القطب ده عن المغناطيس هنلاحظ ان في تيار مشى. طب تعال نفسرها بالراحه. انت لما بعدت المغناطيس كده الفيض اللي بيقطع الملف قل ولا زاد؟ الاجابه قل. هل الملف راضى عن النقص اللي حصل؟ الاجابه لا، الملف مش عاوز الفيض ينقص. فالملف المفترض ان هو يحاول يبني فيض في نفس الاتجاه عشان يمنع النقص اللي حصل في الفيض. فبالتالي هو هيضطر يمشي تيار هنا او يعمل جنوب لشمال، فيضطر يمشي تيار هنا مع عقارب ايه؟ الساعه بالشكل ده. تعال نشوف ترتيب الاحداث بالراحه. اول حاجه حصلت انك بعدت المغناطيس. تاني حاجه الفيض اللي بيقطع الملف قل. تالت حاجه الملف مشى الشحنات اللي فيه مع عقارب الساعه، ضربت عصفورين بحجر.
عملت هنا فيض في نفس الاتجاه، فده هيمنع نقص الفيض. في نفس الوقت عمل هنا جنوبي، الجنوبي مع الشمالي يعملوا تجاذب ولا تنافر؟ تجاذب. يعني هو بديهي الملف ما كانش عاوز المغناطيس يبعد، بالبلدي كده كان بيعمل على استبقاء المغناطيس. كلمة استبقاء المغناطيس كأن في ضيف جاي لكم البيت غالي عليك شوية فأنت ماسك فيه يقعد ما يمشيش، ده كلمة استبقاء. الظاهرة دي بيسموها ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. ففي النهاية نقدر نعرف الحث الكهرومغناطيسي إنه ظاهرة تولد قوة دفعة كهربية مستحثة وكذلك تيار كهربي مستحث في ملف أو موصل عند إدخال مغناطيس فيه أو إخراجه منه، أي نتيجة تغير عدد خطوط الفيضة التي تقطعه. تاني، هو ظاهرة تولد قوة دفعة كهربية مستحثة وكذلك تيار كهربي مستحث في ملف أو موصل عند إدخال مغناطيس فيه أو إخراجه منه، أي نتيجة تغير عدد خطوط الفيضة التي تقطع. دي بنسميها ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. الظاهرة دي يا شباب عايزين نشرحها كويس، لازم نشرح الأول إزاي نحدد اتجاه التيار المستحث. تحديد اتجاه التيار المستحث قاعدة بسيطة جدا بيسموها قاعدة لينز. قاعدة لينز دي بتقول إيه؟ بالراحة صلى على النبي. أول حاجة تعالى هنا كده، التيار المستحث هنا اختار لنفسه إن يمشي عكس عقارب إيه؟ الساعة. ليه يا أستاذ؟ قال لك عشان يعمل هنا قطب شمالي، شمالي مع الشمالي يتنافروا ولا يتجاذبوا؟ يتنافروا، عشان يتنافر فيمنع تقريب المغناطيس. في نفس الوقت اختار إن يمشي عكس عقارب الساعة عشان يعمل فيض في عكس الاتجاه يمنع بيه زيادة الفيض. يعني بالبلدي كده التيار المستحث اختار لنفسه اتجاه يحاول يحارب بيه تقريب المغناطيس ويحارب بيه زيادة الفيض. طب هنا التيار المستحث اختار انه يمشي مع عقارب الساعة عشان يعمل هنا قطب جنوبي، جنوبي مع الشمالي يعملوا تجاذب، في نفس الوقت يعمل فيض في نفس الاتجاه يقاوم النقص اللي حصل في الفيض. يعني بالبلدي التيار المستحث اختار لنفسه الاتجاه اللي يحاول يمنع بيه ابعاد المغناطيس ويمنع بيه نقص الفيض. يعني لو الفيض هيحاول يزيد انا هختار لنفسي الاتجاه اللي همنع بيه الزياده، ولو الفيض حاول يقل انا هختار بنفس الاتجاه اللي امنع بيه النقصان. بالبلدي انا هختار لنفس الاتجاه اللي امنع بيه اي تغير في الفيض سواء بالزياده او بالنقصان. اختار لنفس الاتجاه اللي حاول امنع بيه اي حركه للمغناطيس سواء بالتقريب او الابعاد. فيقول لك ان قاعده لينز هنا النص بتاعها ان بيكون اتجاه التيار المستحث بحيث يعاكس التغير المسبب له. دايما التيار المستحث بيختار لنفسه الاتجاه اللي بيعاكس التغير اللي عمله، فانا هعاكس زياده الفيض واحاول اقللها وعاكس نقص الفيض واحاول اعوضها. ده بنسميها قاعده لينز، استخدامها تحديد اتجاه التيار المستحث المتولد في ملف. طبعا في المحاضره الجايه او في نهايه المحاضره طبعا بنستعرض عدد كبير جدا من الامثله اللي بنشرح بيها ازاي هنطبق قاعده لينز. نروح للنقطه الثالثه، قيمه القوى الدافعه الكهربيه المستحثه. عشان استنتج مقدار القوى الدافعه المستحثه انا بستنتجها بحاجه اسمها قانون فاراداي. قانون فاراداي براح خالص، تعال كده نشوف. هو هنا يا جماعه انت بتقرب مغناطيس من الملف، قربت خطين فيض زياده فعمل لك خطين فيض في عكس الاتجاه فمشى تيار عكس عقارب الساعه. السؤال هو احنا لما هنقرب المغناطيس ده احنا هنزود كام خط؟ احنا هنا زودنا خطين فعملنا خطين في عكس الاتجاه فمشى تيار. انا هنا هضطر ان انا بدل ما احارب 2 بحارب كام؟ 4. طب انت عشان تحارب 4 محتاج مجهود زياده ولا قليل؟ الاجابه انا محتاج مجهود زياده، وبالتالي عشان محتاج مجهود زياده هضطر ان انا امشي تيار اعلى، وبناء عليه اقدر اقول ان مقدار القوى الدفعه الكهربيه المستحثه EMF تتناسب طرديا مع معدل تغير الفيض. كلمه معدل تغير الفيض غير مقدار تغير الفيض. بالبلدي كده لما اقول لك ان في 2 اشتغلوا شغلانه، واحد كان معاه 1000 جنيه بقوا مع 10000 جنيه، وواحد كان معاه 1000 جنيه بقوا 5000 جنيه، مين كسب اكتر؟ انت هتقول لي اللي كان معاه 1000 وبقى معاه 10 ده كسب 9000،
واللي كان معاه 1000 التانية بقوا 5، ده كسب 4000. اكيد اللي احسن اللي كسب 9000، ده راجل شاطر في التجاره. طب لو قلت لك ان اللي كسب 9000 دي كسبه مثلا في خلال 10 سنين، واللي كسب ال 4000 كسبهم في خلال يوم، هتقول لي لا، اللي اشطر اكيد اللي كسب 4000 لانه كسبهم في خلال يوم. فانت ما ينفعش تتكلم عن المكسب هنا بمنأى عن الزمن، ده اسمه معدل المكسب بتاعه. فنفس النظام، لما اقول لك ان في ملف الفوت زاد فيه 1 ويبر وملف الفوت زاد فيه 10 ويبر، ده ما يفرقش معايا قد ما اعرف هو الواحد ويبر ده زاد في وقت قد ايه وال10 ويبر زادوا في وقت قد ايه. فبنتكلم عن معدل تغير الفيض. هنا القوة الدفعة الكهربية بتتناسب طردي مع معدل تغير الفيض. النقطة الثانية، ده ملف فيه لفة واحدة، فلما قرب منه مغناطيس عمل قوة دفعة. طب دول لفتين، لو كل لفة هيتولد فيها 1 فولت، فلو الملف ده حلزوني ورا بعضه كده عامل زي ده مثلا، فبالتالي لو كل لفة بقى فيها 1 يبقى أنا معايا كام فولت؟ 2. وبالتالي بنقول إن القوة الدافعة طرد مع عدد اللفات. يعني القوة الدافعة في النهاية طرد مع ان دلتا فاي على دلتا تي. يعني القوة الدافعة بتساوي ثابت في ان دلتا فاي على دلتا تي. الثابت ده هو إشارة سالبة تبعا لقانون فاراداي. الإشارة السالبة دي دورها إيه يا جماعة؟ دورها إنه يقول لك إن لما يكون الفيض بيزيد، الملف هنا موجب في سالب بإيه؟ بسالب، هيعمل قوة دافعة سالبة، يعني يعمل تيار سالب، يعني يعمل فيض سالب يقاوم زيادة الفيض. ولما يكون الفيض بيقل، الملف هيعمل قوة دافعة موجبة، يعني تيار موجب، يعني فيض موجب يقاوم نقص الفيض. فهنا الإشارة السالبة دي مهمة جدا تبعا لقاعدة لينز. ده كان بالنسبة لنا قانون فاراداي. فقانون فاراداي نصه النهائي إنه بتتناسب القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في ملف تناسبا طرديا مع المعدل الزمني الذي يقطع به الملف خطوط الفيض، وكذلك مع عدد اللفات. ده كان الجزء الثالث او الجزء الثالث معانا هو قانون فاراداي. نروح للجزء الرابع والاخير في شرح المعلومات الاساسيه، هي تجربه فاراداي. نروح للجزء الرابع الخاص بتجربه فاراداي. طبعا هنا مغناطيس وهنا ملف وهنا مصباح. طبعا تلاحظ هنا ان المصباح اصلا منطفئ، مفيش اصلا تيار مستحث. فيا جماعه التيار المستحث او القوه الدافعه لا ينشا عن الفيض نفسه، انما ينشا عن التغير الحادث في الفيض. يعني هنا وانت بتقرب المغناطيس في اضاءه، وقفت المغناطيس مفيش اضاءه، وانت بتبعد المغناطيس في اضاءه، وقفته برضه مفيش اضاءه. لما تيجي تقرب الملف هنا في اضاءه، تبعده في اضاءه، توقف مفيش اضاءه. فده معناها ان القوه الدافعه مش بينشا عن وجود الفيض. ما هو في كده في فيض موجود، لكن هل في تغير؟ لا. كده في تغير في اضاءه، كده ما عادش في تغير، ما عادش في اضاءه. اذا لازم نستنتج من هنا ان القوه الدافعه بينشا عن التغير في الفيض. 2. صلي بينا على النبي. بيوضح لك بقى كذا حاجه. هنا انت بتحركه بالراحه اهو في اضاءه بسيطه. طب ماشي، نفس المغناطيس نفس الملف تحرك بالقوي في اضاءه عاليه، ده معناها ان كل ما معدل تغير الفيض بيزيد، ده معناه ان القوه الدافعه بتزيد. وده وضح لك ان كل ما سرعه المغناطيس زادت، لاحظت انت كويس ان القوه الدافعه الكهربيه مالها زادت. طبعا لو احنا استبدلنا هنا الملف ده وليكن زودنا عدد اللفات، انت عارف من قانون فاراداي ان القوه الدافعه طرد مع عدد اللفات، كده تلاقي الاضاءه بتزيد اكتر اهي، لان القوه الدافعه طرد مع عدد اللفات. وطبعا الفيض بيزيد كل ما مساحه الملف بيزيد، فهنا مساحه الملف زادت، تلاحظ ان الاضاءه مالها بتزيد. لاحظ حركه الالكترونات وهو بيقرب عكسها وهو بيبعد، وانك برضه لما بتقرب ده برضه في اضاءه بالشكل ده. تمام، هتودي المغناطيس الناحيه الثانيه نفس الكلام. طب ماشي، تلاحظ برضه عشان تعرف الحركه في اتجاهين متضادين. هنا مثلا حركه المغناطيس هنا بتحرك في اتجاه، هنا بتحرك في عكس الاتجاه، هنا اتجاه، هنا عكس الاتجاه بالشكل ده. طبعا تجربه فاراداي النص بتاعها كان يقول لك ايه بقى؟ صلى على النبي. ادخل فاراداي المغناطيس داخل الملف فلاحظ انحراف مؤشر الجلفانو في اتجاه معين. اخرج فاراداي المغناطيس خارج الملف فلاحظ انحراف مؤشر الجلفانو في الاتجاه المضاد. قام فاراداي بتثبيت المغناطيس وتحريك الملف فلاحظ الحصول على نفس النتائج. فاستنتج من هنا ان الحركه النسبيه بين الموصل والمغناطيس التي يحدث فيها تغير في الفيض تؤدي الى تولد قوه دفعه كهربيه مستحثه.
ده كان شرح المعلومات الاساسيه الخاصه بقانون فاراداي وقاعده لينز. الفقره الجايه ان شاء الله المفترض هنتكلم فيها عن تطبيقات قاعده لينز، ازاي هنطبقها في الاسئله، وازاي هنطبق قانون فاراداي وافكار قانون فاراداي. نروح للجزء الخاص بافكار قاعده لينز. صلى بينا على النبي. تعال بالراحه خالص كده. هو الشكل ده كان ايه اللي بيحصل فيه؟ لو تفتكر كنا بنقرب المغناطيس فكان الفيض بيزيد. يعني بمعنى اصح، لما يكون الفيض بيزيد، ايه اللي حصل لما الفيض زاد؟ حصل حاجتين. اولا الملف عمل قطب هنا شمالي، شمالي مع شمالي يتنافروا ولا يتجاذبوا؟ يتنافروا. فهو عمل هنا قطب مشابه، قطب شبه اللي كان موجود عشان يتنافر معاه. في نفس الوقت هو عمل فيض مستحث اللي هو الاحمر ده، عكس الفيض ده ولا معاه؟ لا عكسه. يبقى هنا هيعمل فيض معاكس. الموضوع بسيط جدا. لما اما الفيض بيزيد، المغناطيس او الملف بيعمل قطب مشابه او فيض معاكس. طب هنا الفيض كان بيقل. طب لما الفيض بيقل ايه اللي هيحصل؟ قال لك في الحالة دي الملف هيعمل قطب معاكس. قطب معاكس. في نفس الوقت زي ما في قطب معاكس، هو عمل فيض شبه اللي كان موجود، فهو بيعمل فيض مشابه. احنا هنقعد ماشيين على الكلام ده، سيبك بقى من كلام لا بحبك ولا بقدر على بعدك والكلام الفاضي كله، لا خليك. هو الفيض بيزيد هيعمل قطب مشابه وفيض معاكس، الفيض بيقل هيعمل قطب معاكس وفيض مشابه. صلى بينا على النبي. نروح لاول حاله معانا اهي. بيقول لي ايه؟ في الشكل المقابل ما نوع القطب، حدد اتجاه التيار المستحث خلال المقاومه R. عايز يعرف جهد ايه اكبر ولا جهد بي. صلى بينا على النبي. اول حاجه انت هنا بتقرب القطب الشمالي. طب انت لما تقرب القطب الشمالي كده الفيض بيزيد. طب طالما الفيض بيزيد ايه اللي يحصل؟ يقوم المفترض الملف يعمل قطب مشابه. ما احنا قلنا الفيض بيزيد يعمل قطب مشابه. مشابه للشمالي شمالي. طب هنا شمالي يبقى هنا ايه؟ جنوبي. كده احنا عرفنا الاقطاب. تاني، انت بتقرب القطب الشمالي كده الفيض بيزيد، الملف هيعمل قطب مشابه اللي هو شمالي، وبالتالي بيعمل فيض معاكس. طب هنا شمالي يبقى هنا ايه؟ جنوبي. ازاي تحدد اتجاه التيار؟ عندك طريقتين. طالما ده القطب الشمالي يبقى ضوافر ايدك اليمين لتحت، يبقى التيار المستحث الاسفل. او بطريقه تانية انت ممكن تلاقي ان ده شمالي يعني كانه عكس عقارب الساعه. بص السهم ده. وده جنوبي يعني مع عقارب الساعه. طب ما هو كده السهم ناحيه الملف اللي هما السهمين دول ده وده اتجاههم لاسفل، يبقى التيار المستحث هنا الاسفل. طب ما هو التيار المستحث لو الاسفل هيبقى ماشي من بي رايح لايه؟ طبعا هنا دي مقاومه ار، فاذا بي هنا جهدها موجب وايه جهدها ماله؟ سالب. ده بالنسبه لنا هنا كان اول نقطه. طب نقطه ثانيه، لو عندنا حلقه بالشكل ده، لو المفترض المغناطيس بيخرج بره الحلقه بالشكل ده، المفترض بالحركه دي ده فيض كده بيقل ولا بيزيد؟ ده انا ببعد المغناطيس، هنا الفيض بيقل. طب طالما الفيض بيقل احنا هنعمل قطب معاكس. معاكس للشمال يبقى قطب ايه؟ جنوبي. يبقى الحلقه هتعمل قطب جنوبي. طب ما هو طالما جنوبي التيار يمشي مع عقارب ايه؟ الساعه. مع عقارب الساعه هيمشي من بي يروح لايه؟ النقطه الثالثه بيقول لك في الشكل المقابل ماذا يحدث لإضاءة المصباح لحظيا عند تقريب القطب الجنوبي للمغناطيس مرة من الطرف A ومرة من الطرف B. احنا جبنا قطب جنوبي نقربه من الطرف A، عاوز يعرف ايه اللي يحصل لإضاءة المصباح. مبدئيا المصباح بالفعل مضيء بفعل البطارية، يعني ده تيار البطارية منور المصباح. كل اللي احنا هنعرفه ان احنا هنشوف التيار المستحث هل مع تيار البطاريه ولا عكسه. مع الاضاءه تزيد، عكسه الاضاءه تقل. القطب الجنوبي لما بيقرب دي حركه بينشا عنها زياده في الفيض ولا نقص؟ الاجابه زياده. طالما الفيض بيزيد هيعمل قطب ماله؟ مشابه. مشابه للجنوبي جنوبي، يبقى هنا جنوبي يبقى هنا ايه؟ شمالي. طب ما هو لو هنا جنوبي المفترض التيار يمشي ازاي؟ هو جنوبي او شمالي؟ شمالي هنا يعني عكس عقارب الساعه، جنوبي اهو يعني مع عقارب الساعه، دي او دي عادي.
السهم اللي قصاد الملف هو الاسفل، فناخد السهم الاسفل. السهم ده لما يوصل هنا هتلاقيه عكس تيار البطاريه. طالما عكس تيار البطاريه الاضاءه مالها تقل. هستعرض معاك نفس الحالات بس بامثله مشابهه شويه اهو. يعني هنا مثلا بيقول لك في الشكل المقابل ما نوع القطب المغناطيسي وحدد اتجاه التيار المستحث خلال المقاومه R، وعاوز يعرف جهد مين اكبر. تعال نشوف. انا هنا ببعد القطب الجنوبي، كده الفيض بيقل ولا بيزيد؟ الاجابه بيقل، فكده هيعمل قطب معاكس. معاكس للجنوبي هنا شمالي. طب ما هو لو هنا شمالي يبقى هنا جنوبي. طب لو هنا شمالي الضوافر اللي فوق اهي يبقى التيار لاعلى. او بطريقه تانية شمالي يبقى احنا ماشيين عكس عقارب الساعه، السهم اللي قصاد الملف الاعلى. طب ما هو السهم ده لو لاعلى يبقى هو جاي من ايه رايح لبي، يعني الايه جهدها موجب والبي جهدها ماله سالب. تعالى هنا احنا بنقرب المغناطيس من الحلقه، فهنا الفيض بيزيد. طب طالما الفيض بيزيد يعمل قطب مشابه شمالي شبه اللي موجود اهو. طب ده شمالي يبقى التيار يمشي عكس عقارب الساعه، فيمشي من ايه يروح لمين؟ لبي. طب هنا انا هقرب القطب الجنوبي من الطرف بي. طب تعال نشوف. البطاريه اصلا منوره اللمبه. القطب الجنوبي لما بيقرب هيعمل لك قطب مشابه جنوبي لانه بيتفض بيزيد، يبقى هنا شمالي. طب ما لو هنا الشمالي يبقى التيار لاعلى، او بطريقه ثانيه جنوبي يبقى مع عقارب الساعه برضه السهم الاعلى. السهم ده لما يوصل هنا مع تيار البطاريه كده الاضاءه مالها تزيد. نروح لنوعيه ثانيه من الاسئله. في الشكل المقابل ما نوع القطب المتولد عند اكس في كل حاله مع التفسير؟ تلاحظ ان في سرعات مختلفه. تعال امسك اول حاله. الاتنين ماشيين بسرعه 7 متر على الثانيه. في هذه الحالة الاتنين ماشيين مع بعض بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه، وبالتالي هنا لا بيقربوا من بعض ولا بيبعدوا عن بعض، فهنا يقال ان السرعة النسبية بكام؟ بصفر. يعني هما بالنسبة لبعض ساكنين، وبناء عليه اكس هنا لا هو قطب شمالي ولا هو قطب جنوبي. طب ماشي، ليه يا جماعة قلنا هنا احنا مالناش دعوة الا بالسرعة النسبية؟ طب الحالة اللي بعدها ده بيقرب بسرعة 7 وده بيبعد بسرعة 10. يعني هو في النهاية بيقربوا ولا يبعدوا؟ اسأل نفسك. تخيل ده عسكري وده حرامي. العسكري أبطأ من الحرامي، فبالتالي طول الوقت المسافة بينهم بتزيد اهي. فطالما المسافة بتزيد يعني كده الفيض اللي بينهم بيقل، وطالما الفيض بيقل المفترض انه بيعمل قطب معاكس. تخيل ان المغناطيس ده عليه لمبة والملف ده حيطة. طول ما هم ماشيين كده الاضاءه على الحيطه بتقل، يعني الفيض اللي بيوصل الناحيه الثانيه بيقل، وطالما الفيض بيقل بيعمل قطب معاكس زي ما احنا متفقين من الاول. الحاله الثالثه ده بيقرب بسرعه 7 وده بيبعد بسرعه 2، وبالتالي لما تيجي تشوف في الاخر الحركه بينهم هينشا عنها تقارب ولا تباعد؟ ده بينشا بينهم تقارب، يعني كده الفيض بيزيد فيعمل قطب مشابه شمالي. مفهومه؟ تاني هما بيقربوا من بعض مع الوقت، فكده الفيض بيزيد. طول ما الفيض بيزيد هيعمل قطب مشابه يبقى قطب ماله شمالي. ده بالنسبه لنا الحاله الثانيه. نروح بقى لحته الفيض المعاكس والفيض المشابه. انا طول الوقت بتكلم دايما عن قطب وقطب. طب تعال نتكلم بقى عن حته الفيض. في الرسم ده مفيش اقطاب اصلا، احنا هنتكلم عن الفيض نفسه. يعني في الرسمه دي بيقول لي ايه؟ حدد اتجاه التيار المستحث في الحلقه او المر بالملف عند تزايد الفيض المغناطيسي. بسأل نفسي، هو طالما الفيض بيزيد الملف هيعمل فيض ماله معاكس. طب ما هو فيض معاكس لده يبقى لبره. طب ما هو لو لبره يبقى التيار يمشي عكس عقارب الساعه. هنا الفيض للداخل الفيض بيزيد، فانا هعمل فيض معاكس للخارج فيمشي عكس عقارب الساعه. هنا بيقول لي ماذا يحدث لإضاءة المصباح أثناء تناقص الفيض المغناطيسي المر بالملف؟ صلى على النبي. أولا المصباح مضيء بفعل البطارية. أنا هشوف التيار المستحث لو مع تيار البطارية يبقى الإضاءة تزيد، عكس الإضاءة تقل. هو قال لك أثناء تناقص الفيض. هو لما الفيض يقل المفروض هو يعمل فيض مشابه شبه ده. طب ما هو ده للداخل، فبالتالي يعمل لك فيض للداخل مع عقارب الساعة.
طب ما هو اللي ماشي مع عقارب الساعة ده لما يوصل في النهاية هنا هيبقى ماشي عكس تيار البطارية. طالما ماشي عكس تيار البطارية الإضاءة مالها تقل. نروح نستعرض عدد من حالات من أمثلة الكتب الخارجية على قاعدة لينز. في الشكل المقابل أثناء تحريك المغناطيس في الاتجاه الموضح فإن شدة إضاءة المصباح يحصل لها إيه؟ صلى على النبي. أولا ده تيار البطارية. أنا لما أحرك المغناطيس في الاتجاه ده معناها إن الفوت بيقل. فلو الفوت بيقل هيعمل قطب معاكس، يعني قطب شمالي. طب ما هو هنا شمالي يبقى هنا جنوبي. شمالي هنا يعني انت ماشي عكس عقارب الساعة. طب وجنوبي يبقى انت ماشي مع عقارب الساعة. طب ما هو هنا المفترض شمالي. شمالي هنا الاسفل اهو، ده شمالي الاسفل زي ما هو السهم عامل. تخيل بقى التيار المستحث ده لو مشيناه في السلك بتاع البطارية، ده الاتنين في نفس الاتجاه، فالإجابة هنا تزداد لحظيا. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح حلقة موضوعة في مستوى الصفحة تؤثر عليها مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه عمودي على الصفحة للخارج. أي الاختيارات التالية يؤدي إلى تولد تيار مستحث في الحلقة اتجاهه في اتجاه عقارب الساعة؟ صلى على النبي. أنا عاوز تيار مستحث مع عقارب الساعة. التيار المستحث اللي مع عقارب الساعة ده هيعمل فيض مستحث للداخل. ركز معايا. طب ما هو طالما عمل فيض للداخل والفيض اللي موجود اصلا للخارج، يعني هو عمل فيض معاكس. طب اسالك سؤال، الفيض المعاكس ده بيحصل لما الفيض بيقل ولا بيزيد؟ الاجابه الفيض المعاكس بيحصل لما الفيض بيزيد، وبالتالي هنا الاجابه ان ده هيحصل في حاله زياده كثافه الفيض المؤثر على الحلقه. بالبلدي كده احنا بقينا بنفكر بالمقلوب. يعني انا كان عندي الحاله الاساسيه ان الفيض يزيد فاقول ان الفيض هيبقى معاكس. لا، هنا انا استنتجت ان الفيض المستحث ده معاكس ففهمت منه ان الفيض كان هيزيد. نروح لسؤال تاني، او قبلها معلش اعيده تاني. هو قال لك ان ده الحلقه موجوده في مجال خارج الصفحه اهو. فقال لك ان حصل شيء ما سبب ان يمشي تيار مستحث مع عقارب الساعه. التيار المستحث هيمشي مع عقارب الساعه امتى؟ هيمشي لما يعوز يعمل فيض مستحث للداخل. طب ما هو احنا لو عملنا فيض مستحث للداخل احنا كده بنعمله عشان نقلل الفيض الموجود. يعني احنا كده بنحاول نقاوم زياده في الفيض، فاذا اكيد كانت كثافه الفيض مالها بتزيد. السؤال اللي بعده، حلقه من النحاس معلقه تعليقا حرا في خيط، عند تقريب مغناطيسي بالحلقه ايه اللي يحصل؟ هو انا لما اقرب مغناطيسي بالحلقه الفيض اللي بيقطع الوجه ده بيزيد. فلو الفيض بيزيد هيعمل قطب مشابه، يعني قطب شمالي، فيمشي فيها طياره عكس عقارب الساعه. تعال نشوف الاختيارات. هل هتنجذب الحلقه للمغناطيس؟ اطلاقا، ده قطب مشابه. طب يصبح وجه الحلقه المواجه للمغناطيس قطب شمالي؟ الكلام ده مظبوط. طب يصبح وجه الحلقه المواجه جنوبي؟ ده كلام غلط. لا تتاثر الحلقه بقوه لانها من النحاس. هي ما هياش ماده مغناطيسيه، بس هي هيتكون جواها مجال مغناطيسي مستحث. حلقة معدنية يؤثر عليها مجال مغناطيسي منتظم عموديا على مستواه. الشكل البياني المقابل يمثل تغير الفيض المغناطيسي فاي ام المؤثر على مستوى الحلقة والزمن. إذا علمت أن الحلقة في دائرة مغلقة فإن الفترة التي خلالها يسري في الحلقة تيار مستحث يعمل على زيادة الفيض المؤثر على الحلقة. هو احنا هنا هنمشي فيض أو هنمشي تيار مستحث يعمل على زيادة الفيض لما يكون الفيض بيقل ولا بيزيد؟ الإجابة لما يكون الفيض بيقل. فأنا همشي تيار مستحث أعوض النقصان ده، وبالتالي هنا الفترة اللي فيها الفيض بيقل هي الفترة رقم كام؟ 2. فالإجابة هنا تبقى الفترة 2. الشكل المقابل يمثل حلقة نحاسية معزولة موضوعة في مستوى الصفحة ومغمورة في مجال مغناطيسي عمودي على مستواها واتجاهه لداخل الصفحة. عند الضغط على الحلقة المعدنية لتقليل مساحة وجهها فإنه إيه اللي يحصل؟ والله أنا لما أضغط على الحلقة عشان أقلل مساحة وجهها، في الحالة دي الفيض اللي بيقطعها بيقل. طب ما هو الفيض كان للداخل، الفيض لما بيقل هيعمل فيض مشابه،
والفض المشابه للداخل هيضطر يمشي تيار مع عقارب الساعة. اقولها مرة تانية، انت ضغطت على الحلقة، فلما ضغطت عليها الفض اللي بيقطعها قل. طب الفض اللي بيقطعها لو قل، الحلقة هتحاول تعمل فض مشابه شبهه للداخل، فتضطر انها تمشي التيار مع عقارب الساعة. فالإجابة يتولى التيار مستحث اتجاهه في نفس اتجاه عقارب الساعة. الشكل المقابل يمثل ملف لولبي يتصل طرفاه بمقاومة كهربية R في دائرة كهربية مغلقة. المغناطيسان X و Y قابلان للحركة على استقامة واحدة على محور الملف قربا وبعدا. عند تحريك المغناطيس X نحو الملف، المغناطيس Y هيحصل له ايه؟ هو انا لما احرك المغناطيس X كده، المفترض الفض هنا بيزيد فيعمل قطب مشابه. مشابه يعني الطرف ده هيبقى جنوبي والطرف ده شمالي. طب ما هو شمالي مع شمالي يعملوا تنافر ولا تجاذب؟ يعملوا تنافر. يبقى المغناطيس واي هيتحرك بعيدا عن الملف. النقطة اللي بعدها، في الشكل المقابل عندما يتحرك المغناطيس في الاتجاه الموضح أي الاختيارات الآتية صحيح. هل الطرف واي قطب جنوبي والنقطة بي جهدها سالب، ولا اكس قطب جنوبي وايه جهدها موجب، ولا واي قطب شمالي وبي جهدها وايه جهدها سالب، ولا اكس قطب شمالي وبي جهدها موجب؟ تعال نشوف. انت لما تحرك المغناطيس مبتعد بالشكل ده، المفترض الفض المغناطيسي بيقل. طب طالما الفض بيقل هيعمل قطب معاكس شمالي، يبقى هنا شمالي وهنا جنوبي. فبالراحة خالص، الطرف واي جنوبي ده صح، واكس جنوبي ده غلط، واي شمالي ده غلط، اكس شمالي ده صح. الإجابة الصح ألف أو د. طب مين الصح فيهم؟ تعال نشوف لسه. هو لو ده شمالي يبقى كده احنا ماشيين عكس عقارب ايه؟ الساعة. السهم الأسفل أهو. طب ما هو لو السهم الأسفل هيبقى ماشي من بي لإيه؟ يعني البي دي موجبة والإيه مالها سالبة. يبقى البيجو ده سالب ده غلط، البيجو ده موجب ده صح. الإجابة الصح هي نمرة د. يتحرك مغناطيس كما بالشكل، فإذا تحرك الملف بنفس السرعة التي يتحرك بها المغناطيس وفي نفس الاتجاه، فإن جهد A أكبر من جهد B، ولا جهد X أقل من جهد Y، ولا جهد X أكبر من جهد Y، ولا جهد A بيساوي جهد B. طالما المغناطيس بيتحرك والملف بيتحرك بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه، يبقى هنا السرعة النسبية بصفر. يعني اكس ده لا هو قطب شمالي ولا هو قطب جنوبي، هنا ما بيمرش تيار مستحث. طالما ما بيمرش تيار مستحث يبقى جهد A بيساوي جهد النقطة B. نروح للجزء الخاص بمسائل قانون فاراداي. صلى بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا يا شباب، المفترض القانون الأساسي عندنا بيقول إن القوة الدفعة الكهربية المستحثة ال EMF، ال EMF دي بتساوي إيه؟ قال لك بتساوي هنا سالب إن دلتا فاي إم على دلتا تي. سالب إن دلتا فاي إم على دلتا تي. ده أول هنا قانون بتاع قانون فاراداي. القانون ده ليه بعض المشتقات. هو يا جماعة ال EMF هنا أو الإلكتروموتيف فورس دي عبارة عن فرق جهد أو قوة دفعة كهربية. يعني الملف بالنسبة لي بقى كأنه بطارية، وبناء عليه القوة الدفعة الكهربية دي المفترض إن لها حاجات بتساويها. يعني مثلا دي بتساوي I في R. الأي هنا هو الأي المستحث، والأر هنا هي الأر الكلية في الملف. بمعنى أصح، لو الملف ده ليه مقاومة، يعني في ملف لولبي ليه مقاومة ومتوصل بره بمقاومة، بجمع المقاومة دي على المقاومة دي. يعني هنا المقاومة كلها هعتبرها 7 أوم، وبالتالي هنا بتكلم عن ار الكلية. ايه كمان؟ قال لك نفس الكلام هنا، الاي اصلا بتساوي دلتا كيو على دلتا تي. ده اصلا قانون شدة التيار اللي هو احنا حافظينه كيو على تي، لكن ده قانون اساسي. طب ماشي، ايه كمان؟ الناحية التانية هنا الدلتا فاي ام. الدلتا فاي ام دي ممكن تاخد مني 4 صور. ايه الاربع صور؟ بص معايا. اولا دلتا فاي ام ده ممكن يبقى الفض النهائي ناقص الفض الابتدائي. الفض النهائي ناقص الفض الابتدائي. بص بقى،
قانون فاي ام اصلا عندنا في المنهج في الفصل الثاني بيقول ان الفاي ام بيساوي بي اي ساين سيتا. طب انا لو عاوز اعمل تغير في الفاي ام قدامك 3 حالات. ممكن تكون الكثافه اللي بتتغير بس المساحه ثابته وساين الزاويه ثابت. احتمال. ممكن في احتمال تاني. الاحتمال التاني هنا ان يكون ان الكثافه ثابته بس المساحه بتتغير بس ساين الزاويه ثابت. في احتمال اخير ان تبقى الكثافه ثابته والمساحه ثابته واللي بتغير ساين الزاويه. يعني ايه يا استاذ؟ يعني مثلا في تاني حاله بيغير كثافه الفيض، يعني الملف كان بيأثر عليه مجال كثافته 5 تسلا بقى 7 تسلا، فانت هنا هتقول له بي النهائيه ناقص بي الابتدائيه. فهنا انا هقول له بي فاينل مثلا ناقص بي انيشيال. ده اول حاجه معاك. ممكن مثلا يكون عندي ملف ليه مساحه معينه وضغطت على جنبينه فالمساحه اتغيرت، فهنا هقول ان هي ايه فاينل ناقص ايه انيشيال. ممكن برضو يكون الملف مثلا موضوع عمودي ومال بزاويه، فهنا الدلتا ساين سيتا ما اقولش ما اطرحش الزوايا، لا ده انا هطرح ساين الزاويه. ساين سيتا فاينل ناقص ساين سيتا انيشيال. دي كلها حاجات ممكن تديك تغير هنا. في حته برضو مهمه جدا لازم اقولها على الهامش هنا، صلي بينا على النبي. ايه اللي انت عاوز تقوله على الهامش يا استاذ؟ بص يا شباب، في نقطه مهمه جدا هنا. لو قال تغيرت كثافه الفيض بمقدار وليكن 5 تسلا، او قال تغيرت كثافة الفيض بمعدل 5 تسلا كل ثانية، او تغير الفيض بمعدل 5 وبر كل ثانية، او يؤثر فيض كثافته 3 تسلا واصبح 2 تسلا في الاتجاه المضاد. ايه اللي انت كاتبه ده يا استاذ؟ دي الفاظ طلبه كتير جدا بتقع فيها في الحل. تعال نشوف لفظ لفظ. اول لفظ هنا لو قال لك تغيرت كثافه الفيض بمقدار 5 تسلا، اتغيرت الكثافه بمقدار 5 تسلا، يبقى الدلتا بي 5 تسلا على طول، خلصت دي. طب لما يقول لك تغيرت كثافه الفيض بمعدل 5 تسلا على الثانيه، هنا قال كلمه معدل، يعني هو كده مديني دلتا بي على دلتا تي مع بعض، ده بيساوي 5 تسلا كل ثانيه. فرق ده اداك زمن. طب تغير الفيض بمعدل 5 وبر على الثانيه، ده مش بي، ده فاي ام، فده دلتا فاي ام على الدلتا تي، ده هنا بقى اللي ب5. طب يؤثر فيض كثافته 3 تسلا واصبح 2 تسلا في الاتجاه المضاد، ده معناه ان كثافه الفيض الابتدائيه كانت 3 تسلا واصبحت الكثافه النهائيه مش 2 تسلا، سالب 2 تسلا. ما هو طالما 2 تسلا في الاتجاه المضاد يبقى بالسالب. خد بالك ان مساحه المقطع هنا ايه؟ بتساوي باي ار تربيع. قد تكون مساحه المقطع هنا بنعوض عنها باي ار ايه تربيع. حاجه تانية، لو قال لك ملف دار من الوضع الموازي او العمودي 30 درجه، قال لك ملف دار من الوضع الموازي او العمودي كام درجه؟ 30. اجمع على وضعه الاصلي. يعني ايه؟ يعني هو دار من الموازي 30، الموازي يعني الزاويه بصفر، يبقى 0 و30 30. طب دار من العمودي 30، العمودي يعني 90، يبقى 90 و30 120. طالب يقول لي يا استاذ 60، ليه يا ابني؟ يقول لك هاخد المتممه. هقول له هو الاكبر ساين 60 ولا ساين 120؟ المفترض ساين 60 هي ساين 120، وبناء عليه هي مش هتفرق معايا، بس عشان الطالب ما يتلخبطش امتى اخد متممه وامتى ما اخدش، لا اجمع على طول. كان موازي ودار 30 يبقى 30،
كان عمود ودار 30 يبقى 30 و90 يبقى 120. انا ما بشتغلش بالكوزاين مع الفاي ام لان كتاب الوزاره ما اشتغلش بالكوزاين، رغم ان الكوزاين صح بس كتاب الوزاره ما اشتغلش بالكوزاين، فانا شغال بالساين عادي. يعني في بعض الكتب الخارجيه شغاله بالكوزاين وهي ما هياش غلطانه، ولكن انا شغال نفس شغل كتاب الوزاره. نروح لنقطه ثانيه، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا يا شباب، لو قال لك في المساله، لو قال ان الملف عمودي على المجال، عمودي على المجال يعني الفاي ام بيساوي بي في ايه. طب ماشي، ده لو قال ان هو عمودي على المجال. طب وبعدين في كلام المفروض بعد ده؟ ايوه، هيقول لك بقى انه دار 90 درجه او ربع دوره او تلاشى المجال او ابعد الملف. صلى بينا على النبي. يعني ايه يا استاذ؟ يعني في ملف عمود على المجال، يعني الفوت بيساوي بي في ايه؟ دار 90 درجه بقى موازي، الفوت بصفر. دار ربع دوره بقى موازي، الفوت بصفر. تلاشى المجال، الفوت بقى بصفر. وبعد الملف، الفوت بقى بكام؟ بصفر. فهنا الفوت الجديد بقى بصفر، يعني هو كان بي ايه بقى بصفر. فنقول هنا ان اي ام اف هتساوي سالب ان صفر ناقص بي ايه على دلتا تي. طب ما هو صفر ناقص بي ايه، شيل هنا السالب مع السالب، وبالتالي انت لما تشيل السالب مع السالب اهو، وبالتالي هيبقى عندي هنا بي ايه على دلتا تي. طب ماشي، دي نقطة. ايه كمان؟ بصوا يا شباب، لو قال لك هنا انه دار 180 درجة او نص دورة او عكس المجال او قلب الملف، تعمل ايه؟ تعال نشوف كده بالراحة. هو الملف عمودي، الفوت بي ايه، دار نص دورة بقى سالب بي ايه، دار 180 درجة بقى سالب بي ايه، عكس المجال بقى سالب بي ايه، قلب الملف بقى سالب بي ايه. وبالتالي القوة الدافعة هنا اي ام اف هتساوي سالب ان سالب بي ايه ناقص بي ايه على الدلتا تي. قال لا، طب ما هو ده سالب 2 بي ايه، ما هو سالب 2 بي ايه، سالب في سالب بايه؟ بموجب. فهنقول هنا 2 بي ايه على دلتا تي. ده لو كان الملف عمودي وضرب الزوايا دي. طب ماشي، صلي بينا على النبي. نروح لحل بعض الامثله. اتمنى تاخد كده سكرين شوت للسبوره وتحاول تكمل معايا. النقطه الثالثه يا شباب برضو هنا، لو قال ان الملف يوازي المجال، يوازي المجال يعني الفوت بيساوي كام؟ صفر. طب وبعدين؟ قال لك الملف يوازي المجال، وقال لك هنا انه دار 90 درجه او ربع دوره. ده حاجه. قال لك هنا تلاشى المجال او ابعد الملف، او قال لك هنا انه دار 180 درجة او نص دورة او عكس المجال او قلب الملف. صلى بينا على النبي. اول واحدة يا شباب هناك، هو الملف كان موازي اصلا يعني الفوت بصفر، دار 90 درجة بقى عمودي يعني بي ايه، فالقوة الدافعة هنا اي ام اف هتساوي سالب ان بي في ايه على دلتا تي. طب لو قال لك تلاشى المجال، هو اصلا او ابعد الملف هو اصلا كان بصفر، ولما يتلاشى يبقى بصفر، يبقى هنا بصفر. طب لما يدور 180 درجه هو اصلا كان موازي بصفر، 180 درجه بصفر، قلب الملف بصفر، عكس المجال بصفر، يبقى هنا بكام؟ بصفر. حاول تاخد مره ثانيه سكرين للكلام ده عشان بس تبدا تكمل بيه في المسائل. صلى على النبي. لفه من سلك معدني نصف قطرها 12 من 100 متر، عمودية على مجال مغناطيسي منتظم كثافته 15 من 100 تسلا، كما بالشكل ايه. فإذا تم الضغط على جانبي اللفة حتى أصبحت مساحتها 3 في 10 أس سالب 3 متر مربع، كما بالشكل بي، في زمن قدره 2 من 10 ثانية،
فإن ال EMF المستحثة المتوسطة في اللفة خلال تلك الفترة الزمنية بتساوي إيه؟ صلى على النبي. هو إيه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل إن هو ضغط على جانبي الملف فمساحته اتغيرت. فأنا هاخد الشكل اللي فيه المساحة بتتغير. يعني إحنا لو جينا نشوف هنا، ده آخر حاجة إحنا قلناها، إحنا هناخد الحتة اللي فيها إيه فاينل ناقص إيه إنيشيال، وبالتالي لما أجي أحل هنا هقول والله EMF بتساوي سالب ان دلتا فاي على الدلتا تي، بس الدلتا فاي انا هاخد الاوبشن بتاع البي في ايه فاينل ناقص ايه انيشيال. طالب يقول لي يا استاذ في ساين سيتا، والله في ساين سيتا، بس بص بقى لما يقول لك ان هو موضوع عمود على المجال يبقى ساين 90 بواحد على طول. تعال نعوض. سالب الان كام لفه؟ هو قال كلمه لفه ان بكام؟ بواحد. وقال لك هنا انه كان موضوع في فوت كثافته 15 من 100 تسلا. المساحة النهائية في الشكل B 3 في 10 أس سالب 3. 3 في 10 أس سالب 3. طب المساحة الأولانية كانت كام؟ هو كان مديني نص قطرها يبقى باي ار تربيع. باي في 12 من 100 كل تربيع. على الزمن اللي حصل فيه الكلام ده اللي هو 2 من 10 ثانية. نبدأ نشوف الناتج طلع بكام. هيطلع الناتج الإجابة د. نروح لسؤال تاني. ملف عدد لفاته 200 لفة يتغير الفضل الذي يمر خلاله في 6 ثواني. مستخدما العلاقة البيانية الموضحة بالرسم أوجد القوة الدافعة المستحثة أول ثانيتين. بص يا شباب، هو قانون القوة الدافعة المستحثة مش هيتغير معاك، سالب ان. عشان هنا فاي ام قلنا دلتا فاي ام مع الدلتا تي. هشتغل على أول حالة عادي اللي هي فاي النهائية ناقص فاي الابتدائية. طب وبعدين تعال نعوض. سالب ان بكام لفة؟ 200. الفوت كان بادئ بكام؟ أول ثانيتين أهي. الفوت كان بادئ بصفر بقى 6، فنقول 6 ناقص صفر. والزمان ثانيتين، فيبقى بيساوي سالب 600 فولت. سالب طبعا، إيه المشكلة؟ مفيش فيها أي مشكلة. النقطة التانية خلال الثانية التانية أو الثانية التالتة. طبعا الثانية التالتة اللي هي الثانية دي فيها الفوت ثابت، يعني هو 6 بقى 6. وانا لسه في التجربه من شويه قايل لك ان القوه الدافعه بتنشا من تغير الفيض، فطالما الفيض ثابت مفيش قوه دافعه. الثلاث ثواني الاخيره تعال نشوفها تاني اهو. المفترض لما نيجي نشوفها سالب ان ب 200 لفه. دلتا فاي بكام؟ هو الفيض كان بادئ ب6، لو بصيت بعينك هنا هتلاقيه بقى صفر، يبقى صفر ناقص 6 على 3 فيها موجب 400 فولت. دي كانت القوة الدافعة في أول ثانيتين وفي الثانية الثانية وفي الثالثة وفي الثلاث ثواني الأخيرة. ملف دائري يتكون من لفة واحدة، مساحة مقطعها 3 من 10 متر مربع، مساحة المقطع اللي هي إيه؟ ومقاومتها الكهربية 1 من 10 أوم، المقاومة اللي هي R. موضوع عمودي على فيض منتظم بحيث يمكن تغيير الفيض المر بالملف. الشكل البياني يمثل علاقة بين الفيض المقطوع بواسطة الملف والزمن. عاوز متوسط شدة التيار خلال الفترة من الزمن ب10 لغاية الزمن ب20 اللي هي الفترة دي. طب دي أعملها إزاي؟ صلى على النبي. هو هنا بيكلمك عن فيض بتغير وعاوز شدة تيار، فأنا هاخد من دلتا فاي ام الفيض النهائي ناقص الفيض الابتدائي، وآخد من هنا الأي في ار. يعني في النهاية هقول إن اي في ار بيساوي سالب ان دلتا فاي على الدلتا تي اللي هو الفيض النهائي ناقص الفيض الابتدائي على الزمن. صلى بينا على النبي. اولا الاي هنا احنا عاوزينها، والار عند المقاومه قلب 1 من 10 هيساوي سالب ان بكام لفه؟ ان عندي هنا قال لك بلفه واحده، قالها في اول سطر. الفيض النهائي بكام؟ اخر حاجه في الفيض هنا كانت 4 وكانت صفر في الاول، يبقى هنا 4 ناقص صفر. والزمن من 10 ثواني ل 20 ثانيه 10 ثواني. هيطلع الناتج بكام؟ هيطلع الناتج هنا سالب 4 من 10. فهتقسم سالب 4 من 10 على 1 من 10 فيها سالب 4 أمبير. واحد يقول لك طب هي طالعة بالموجب ليه؟ هي طالعة بالموجب لأنه قال كلمة مقدار، فيبقى الناتج هنا كام أمبير؟ 4 أمبير. نروح لسؤال تاني. ملف مستطيل مساحة وجهه 200 سنتيمتر مربع، مساحة الوجه هنا اللي هي الإيه؟ وعدد لفاته 100 لفة، ال100 لفة اللي هي الN، ومقاومته الكهربية 10 أوم، المقاومة اللي هي R،
وضع الملف داخل مجال مغناطيسي كهربي قوي يمكن التحكم في كثافة فيضه بحيث يكون مستواه متعامد على اتجاه خطوط المجال. فإذا تناقصت كثافة الفيض بمعدل 10 تسلا كل ثانية، ده يا شباب الدلتا بي على دلتا تي، قلت لك الكلام ده كويس. هو طالب هنا شدة التيار المستحث المر خلال الملف. برضه طالما طلب منك شدة التيار المستحث، فاحنا هنلجأ نقول ان الاي في ار هتساوي سالب ان دلتا بي في ايه على دلتا تي. هتقول له ساين سيتا، هقول لك ان هو عمودي. الاي اهي، والار عندي بكام؟ الار عندي ب10، بيساوي سالب ان بكام لفه؟ 100. الدلتا بي على دلتا تي مع بعض بكام؟ ب10. وقال لك تناقص، فهنقول ان هو سالب 10 عشان قال تناقص. في المساحه عندي ب 200 سنتيمتر مربع، يعني 200 في 10 اس سالب 4. الناتج هيطلع هنا بكام؟ شيل الصفر مع الصفر ده، هيطلع الناتج في الاخر بيساوي 2 امبير. الاجابه هنا هتبقى نمره د. السؤال اللي بعده، إذا كان الملف الموضح بالشكل 20 لفة وعند تقريب مغناطيس منه يزداد الفيض بمقدار 2 من 10 وبر، ده الدلتا فاي، خلال 2 من 100 ثانية، عاوز مقدار القوة الدافعة المستحثة الناتجة. هو القوة الدافعة الكهربية الناتجة هتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، يعني سالب ان بكام لفة؟ 20. دلتا فاي ب2 من 10 والدلتا تي ب2 من 100. هيطلع الناتج هنا بيساوي 200 سالب 200 فولت. واحد يقول لي طب احنا خدنا 200 ليه يا استاذ؟ برضه قال كلمه ايه؟ مقدار. فمقدار بتشيل اشاره مين؟ السالب. ملف عدد لفاته 100 لفه يخترقه فيض قيمته 2 من 100 وبر، يبقى الان 100 لفه الفيض اللي بيخترقه 2 من 100 وبر، ده الفيض الابتدائي. إذا تضاعف هذا الفيض، تضاعف يعني الفيض النهائي بقى ضعف الرقم ده 4 من 100 وبر خلال زمن قدره 1 من 100 ثانية، عاوز متوسط القوة الدافعة. هي القوة الدافعة الكهربية هنا سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، يعني سالب الان بكام لفة؟ 100. الفيض النهائي بكام؟ الفيض النهائي ب4 من 100 والابتدائي ب2 من 100 على الزمن 1 من 100. هيطلع الناتج عندي بكام؟ هيطلع الناتج عندي بيساوي سالب 200 فولت. الناتج سالب 200 فولت، الإجابة هنا نمرة د. الشكل المقابل يوضح مغناطيس يتحرك عموديا على ملف دائري مقاومته 10 أوم. المقاومة هنا كام أوم؟ 10. مستواه أفقي ومكون من 200 لفة. ال 200 لفة دي اللي هي الإن. فتغير الفيض المغناطيسي خلال الملف من 2.5 في 10 أس سالب 3 وبر، ده الفيض الابتدائي، إلى 8.5 في 10 أس سالب 3 وبر، ده الفيض النهائي، خلال زمن قدره 4 من 10 ثانية، ده الدلتا تي. فإن الشكل الذي يوضح بصورة صحيحة شدة واتجاه التيار المستحث في وجه الملف المقابل للمغناطيس إيه؟ صلى على النبي. أول حاجة يا شباب، هو هنا بيقرب قطب شمالي، فلو بيقرب قطب شمالي هنا الملف هيعمل شمالي، قطبه مشابه، فيمشي الطيارة عكس عقارب الساعة. هنا الطيارة عكس عقارب الساعة وارد يبقى صح، وهنا عكس عقارب الساعة وارد يبقى صح. هنا مستحيل يبقى صح لأنه قال لك جنوبه مع عقارب الساعة، وهنا مستحيل يبقى صح. يبقى احنا عشان نفاضل ما بين ج ود لازم أعرف قيمة شدة إيه؟ التيار. طب أنا هعمل إيه؟ بصوا معايا. احنا هنا هناخد الاي في الار وهناخد الفيض النهائي ناقص الفيض الابتدائي. هنا هنقول ان اي في ار بيساوي ان السالب طبعا دلتا فاي على دلتا تي. طب صلى على النبي. اولا المفترض هنا الاي انا عاوزها، والار عندي بكام؟ الار عندي ب10 اوم، هيساوي ان بكام لفه؟ ب200. الفيض يا جماعه 8.5 في 10 أس سالب 3 ناقص بيساوي 2.5 في 10 أس سالب 3. الإجابة هنا على الزمن بيساوي 4 من إيه؟ من 10. نشوف الناتج هيطلع بكام؟ هيطلع الناتج بيساوي 3 من 10 أمبير. الإجابة هنا هي نمرة د.
نروح لسؤال تاني. ملف لولبي مكون من 400 لفة، مساحة مقطعه 4 سم مربع. الملف مكون من 400 لفة ده ال N، مساحة كل منها 4 سم مربع ده ال A، محوره موازي لمجال مغناطيسي كثافته 3 من 10 تسلا ده ال B. فإن متوسط القوى الدفعة الكهربية المستحثة في الملف عندما تزداد كثافة الفيض إلى نص تسلا خلال 2 ملي ثانية. صلي بينا على النبي. القوى الدفعة الكهربية هنا هتساوي سالب N B فاينل ناقص B انيشال في A على دلتا تي. اسمعني لو سمحت. سالب N بكام لفة؟ 400. البي فاينل ناقص البي انيشال، لو لاحظت البي فاينل بنص تسلا وهي كانت اصلا في راس المسألة ب3 من 10، في المساحة بتاعت المقطع ب4 سم مربع في 10 أس سالب 4 على 2 ملي ثانية، يبقى 2 في 10 أس سالب 3. هيطلع الناتج ده بكام؟ هيطلع الناتج معانا بسالب 16 فولت. بعد كده تقل كثافة الفيض إلى 2 من 10 تسلا خلال نفس الزمن. تقل كثافة الفيض يعني هي أصبحت 2 من 10 تسلا بعد ما كانت 3 من 10، فهنقول هنا 2 من 10 ناقص 3 من 10، ونفس الناتج و2 ملي ثانية عادي. فتعال نشوف الناتج برضه. أنا بس كل اللي هعدله الزمن هنا أو الدلتا بي. الدلتا بي هنا هتبقى 1 من 10، هيطلع الناتج عندها بيساوي 8 فولت. الإجابة نمرة باء. لاحظ ان في الاولانيه طلعت بالسالب لان الفيض كان بيزيد. ملف مستطيل ابعاده 20 و10 سم يتكون من 100 لفه مستواه عمودي على مجال مغناطيسي، فاذا ادير هذا الملف ربع دوره حول محور في نفس مستواه في زمن قدره 2 من 10 ثانيه، تتولد قوه دفع مقدارها 4 من 10 فولت. عاوز كثافه الفيض. احنا اتفقنا من شويه انه لو قال لك ان الملف عمودي وده ربع دوره، القانون ثابت معاك ان EMF هتساوي NBA على دلتا تي. القوة الدفعة الكهربية قال لك ان هي ب4 من 10 بتساوي ال N ب100 لفة. البي في ايه؟ البي انا عاوزها، والاي بيساوي 20 في 10 ب200 في 10 أس سالب 4 على الزمن عندي بيساوي 2 من ايه؟ من 10. نحاول نجيب البي. طبعا هنعمل مقص. 2 من 10 في 4 من 10 ب 8 من 100 بيساوي 100 في 200 في 10 أس سالب 4 ب 2 بي. يعني البي هنا في النهاية هتساوي 4 من 100 تسلا. 4 من 100 تسلا الإجابة نمرة دي. ملف عدد لفاته 25 لفة. عدد لفاته 25 لفة دي ال N. مساحة وجهه 1.8 سم مربع دي ال A. ملفوف حول أنبوبة مجوفة ومتصل بدائرة مغلقة مقاومتها 3 أوم دي مين؟ R. فإذا تأثر الملف بمجال منتظم موازي لمحور الملف وزادت الكثافة من الصفر ده البي الابتدائية إلى 55 من 100 دي البي النهائية في زمن قدره 75 من 100 ثانية ده الزمن، عاوز شدة التيار المستحث. هو هنا غير كثافة الفيض وطلب شدة التيار. نعمل إيه؟ في ورقة الإرشادات بتاعتنا تلاحظ إن إحنا طالب مننا شدة تيار ومدينا هنا تغير كثافة الفيض. يعني هنا هقول I في R بتساوي N B فاينل ناقص B انيشال في A على دلتا تي. هنقول هنا I في R بيساوي سالب N بالنسبة لنا B فاينل ناقص B انيشال في A على دلتا تي. بصوا يا شباب، أول حاجة أنت عاوز الآي، وطبعا الار عندك ب3 اوم بتساوي سالب ان بكام لفة؟ 25. البي النهائية 55 من 100 والابتدائية بصفر، والمساحة عندي 1.8 في 10 أس سالب 4. كل ده مقسوم على الزمن 75 من 100. تعال نطلع شدة التيار. هيطلع الناتج 3.3 من 10 في 10 أس سالب 3 أمبير. نروح لسؤال تاني. ملف عدد لفاته 100 لفة، مساحة كل منها 20 سم مربع، موضوع عموديا على مجال منتظم، كثافة فيضه 2 من 10 تسلا. إذا عكس اتجاه المجال المغناطيسي خلال 2 من 10 ثانية، المتوسط القوة الدافعة بكام؟ أنا قايل لك في ورقة الإرشادات إن القوة الدافعة لما نعكس اتجاه المجال هيبقى N في 2 BA على
دلتا تي. يعني المفترض ان هنا بكام لفه؟ ب 100 لفه في 2. البي بكام؟ البي عندي 2 من 10 والاي 20 في 10 اس سالب 4 على الزمن بكام؟ الزمن عندي بيساوي 2 من 10 ثانيه. طبعا نشوف الناتج هنا بكام. غالبا هيطلع الناتج عندك هنا بيساوي 4 من 10 فولت. الإجابة نمرة باء. نروح لسؤال مهم جدا. في الدائرة الموضحة ملف من لفة واحدة مهمل المقاومة موضوع في مجال مغناطيسي اتجاهه عمودي على الملف إلى داخل الصفحة. إذا تناقصت كثافة الفيض بمعدل 150 تسلا كل ثانية، عاوز قراءة الأميتر خلال فترة تناقص الفيض. صل بنا على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا بالعقل كده في تيار خارج من البطارية أصلا، ده تيار البطارية. السؤال هو لما تتناقص كثافة الفيض هنا، معروف إن الفيض لما بيقل هيعمل فيض مشابه. فيض مشابه يعني للداخل، فيض للداخل فيمشي تيار مستحث مع عقارب الساعة، وبالتالي أنا المفترض في تيار هنا في الملف اسمه تيار مستحث، أنا اخترت له إنه يمشي مع عقارب الساعة للسبب اللي أنا قلته. إذا تيار البطارية والتيار المستحث عكس بعض. يبقى التيار الكلي هنا بيساوي اي البطارية ناقص اي المستحث. طب كويس جدا. اي البطارية بيساوي ايه؟ اي البطارية بيساوي في بتر على ار. في بتر ب5 والار ب10 ناقص الاي المستحث بيساوي ايه؟ الاي المستحث بيساوي اي ام اف على ار. ار هنا بكام؟ ب10. محتاجين نعرف القوة الدافعة المستحثة اللي هتتولد في البرواز اللي فوق ده. القوة الدافعة هحسبها ازاي؟ القوة الدافعة قانونها EMF هتساوي سالب ان دلتا بي في ايه على دلتا تي، باعتبار ان هو جايب لي معدل تغير كثافة الفيض. سالب ان هو ملف حلقة واحدة. الدلتا بي على الدلتا تي قال ان هو تناقص بمعدل 150 تسلا كل ثانية، فاقول سالب 150 في المساحة بتاعته بكام؟ 10 في 10 ب100، فهتبقى 100 في 10 أس سالب 4. هيطلع الناتج ده ب1.5. نحط ال1.5 هنا وندخل ده كله على الآلة الحاسبة، هيطلع الناتج بيساوي 35 أمبير. ده كان الجزء الثاني في أفكار قانون فاراداي. احنا اتكلمنا عن أفكار قاعدة لينز، أفكار المسائل، لسه أفكار النسب، ولسه برضو معانا الأفكار النظرية، أسئلة الزيادة والنقص، أسئلة النسب، ده كله هنتكلم عليه، وبرضو أسئلة الرسم البياني وأسئلة السنوات السابقة. هنروح مع بعض الأفكار الخاصة بالنسب. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا يا شباب، أولا هي القوة الدافعة الكهربية EMF قانونها بيساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. نفس الاي ام اف هنا برضو بتساوي اي في ار، وبرضو بتساوي كيو في ار على تي. طب وبعدين تعال نحول القوانين دي للنسب. الكيو هنا هتبقى كيو 1 على كيو 2 في ار 1 على ار 2 في تي 2 على تي 1. طب ده هيساوي ايه؟ ده هيساوي اي 1 على اي 2 في ار 1 على ار 2. طب ما هو ده برضه بيساوي ايه؟ ده بيساوي الاي ام اف 1 مقسوم على الاي ام اف 2. طب اي ام اف 1 على اي ام اف 2 ده بيساوي ايه برضه؟ ده بيساوي ان 1 على ان 2 في دلتا فاي 1 على دلتا فاي 2 في دلتا تي 2 على دلتا تي 1. اسمعني بقى كويس، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا يا شباب، لازم انت كطالب تبقى واعي كويس جدا ان الفاي ام هنا اصلا بتساوي بي في ايه، وبناء عليه احيانا هيبقى يشيل لك الدلتا فاي 1 على دلتا فاي 2
ويخليها دلتا بي 1 على دلتا بي 2 في اي 1 على اي 2. دي لقطة ممكن تبقى معاك كويسة جدا. النقطة التانية، الزمن أصلا بيساوي إزاحة على سرعة، وبناء عليه الزمن والسرعة علاقة عكسية. يعني ممكن يبقى دلتا تي 2 على دلتا تي 1 ده بيساوي في 1 على في 2. فناخد بالنا من حاجة زي كده. طبعا لو قال لك ان هما لهم نفس معدل تغير الفيض يبقى الدلتا فاي على الدلتا تي متساوي. لو قال لك لهم نفس معدل تغير كثافة الفيض يبقى الدلتا بي على الدلتا تي برضه مالها متساوية. هبدأ أحل على الأفكار دي واحدة واحدة كده. نبدأ بأول مثال. الشكل المقابل يمثل حلقتين نحاس X و Y نصفي قطريهما 2R و R. يعني هنا 2R وهنا R على الترتيب في مستوى الصفحة. يؤثر على كل منها مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه B و3B على الترتيب. إذا انعدم المجال المغناطيسي في كل منهما خلال ثانية واحدة فإن النسبة بين القوتين الدافعتين المستحثة AMF X على AMF Y. مبدئيا هو القوة الدافعة في X لو قسمناها على القوة الدافعة في Y فمن اللي فات هنقول ان هو بيساوي ان اكس على ان واي في دلتا بي اكس على الدلتا بي واي في الاي اكس على الاي واي في زمن واي على زمن اكس. كويس قوي. ايش الاشياء المتساويه عندك؟ الزمن متساوي وهم حلقات يبقى ان متساويه. كثافه اكس على كثافه واي، اكس بي واي ب 3 بي. كويس قوي. هل معايا مساحه؟ ما معاياش مساحه، انا معايا نص قطر. طب ما هي مساحه اكس على مساحه واي يعني نص قطر اكس على نص قطر واي كل تربيع. يعني هنا 2 على 1 لان نص قطر اكس ب 2 ودي ب1 تربيع. فيطلع الناتج في النهايه بيساوي 4 على 3. 4 على 3 هنا الاجابه نمره الف. ده سؤال عن النسب. سؤال تاني. الشكل المقابل يمثل ملفين دائريين اكس وواي عدد لفاتهما ان والثلاثه ان على الترتيب. يعني الاكس ده بان والواي ب 3 ان ونصفي قطريهما ار و2 ار. يعني هنا المفروض في ان وهنا المفروض 3 ان وهنا ار وهنا 2 ار. يؤثر عليهما مجال مغناطيسي عمودي على مستواهما اذا تغيرت كثافه الفيض المغناطيسي بمعدل ثابت. يعني يا جماعه تغيرت بمعدل ثابت، يعني الدلتا بي 1 على الدلتا تي 1 هي نفسها الدلتا بي 2 على الدلتا تي 2. المعدل ثابت. عايز متوسط القوة الدافعة في اكس وواي. هو اولا الاي ام اف اصلا اكس على الاي ام اف واي قلنا ان هي بتساوي ان اكس على ان واي في دلتا بي اكس على دلتا بي واي في دلتا تي واي على دلتا تي اكس في اي واي او في اي اكس على اي واي. طب تعال معايا واحده واحده كده، صلي بينا على النبي. اولا دلتا بي اكس على الدلتا تي اكس هي نفسها الدلتا بي واي على الدلتا تي واي، وبالتالي دول هيطيروا مع ايه؟ مع بعض. ان اكس على ان واي بواحد على التلاته. طب مساحه اكس على مساحه واي بيساوي ار اكس على ار واي تربيع. ار اكس بواحد وار واي باتنين تربيع. هيطلع الناتج 1 على 12. 1 على 12 هنا الإجابة نمرة ألف. نروح لسؤال تاني. بيقول لي إيه؟ الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين تغير مساحتي مقطع ملفين X و Y بمرور الزمن موضوعين داخل مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه B كل على حدة، فإن النسبة بين قيمتي القوى الدفعة الكهربية المستحثة بهما تبقى إيه؟ صلى على النبي. أنا عندي هنا مساحة وزمن. أول حاجة هقولها لنفسي إن ال AMF هنا بيساوي N دلتا بي في A على دلتا تي. بس طبعا البي هنا ثابته والال بتتغير. يعني لو هعملها مظبوط هتبقى البي هنا ثابته اهي واللي بتغير هنا هي المساحه. طب صلى على النبي. الدلتا ايه على الدلتا تي هنا اللي هي الميل، لان هنا ايه على تي. يعني الاي ام اف بتساوي ان في بي في الميل. طب وبعدين هو عاوز ان اكس على ان واي. بالراحه. هو الاي ام اف في اكس على الاي ام اف في واي
بيساوي ان اكس على ان واي في كثافة فض اكس على كثافة فض واي في ميل اكس على ميل واي. طب امشي واحدة واحدة معايا. ام اف اكس على ام اف واي 2 على جذر 3 بيساوي ان اكس على ان واي، هو طالبها اصلا. طب ماشي، كثافة اكس على كثافة واي هما الاتنين موضوعين نفس المجال، فالبي هتطير مع البي. طب ميل اكس على ميل واي، ميل اكس على ميل واي تان 30 على تان 45، تان 30 على تان 45. الناتج بكام؟ الناتج هنا ان 2 على جذر 3 هيساوي ان اكس على ان واي، وتان 30 على تان 45 بواحد على جذر 3. شيل جذر 3 مع جذر 3 بقت ان اكس على ان واي بيساوي في النهايه 2 على 1. نروح لسؤال تاني. حلقتان اكس وواي مساحتيهما 2A و A على الترتيب. يعني ده معناها ان مساحة الحلقة اكس على مساحة الحلقة واي بيساوي 2 على 1. وبعدين موضوعتان عموديا على مجال مغناطيسي تتغير كثافته بانتظام مع الزمن. يعني هما الاتنين في نفس المجال اللي كثافته بتتغير بانتظام مع الزمن. يعني الدلتا بي في الملف الاول على الدلتا بي في الملف الثاني دي بتساوي 1 على 1. فإن النسبة بين مقداري قوى الدفع المستحثة في الحلقتين خلال نفس الزمن، نفس الزمن يعني الدلتا تي في الحلقة اكس على الدلتا تي في الحلقة واي بيساوي 1 على 1. وأصلا قال حلقتين، يعني دي حلقة ودي حلقة، يعني ان اكس على ان واي بواحد على 1. لو جينا نشوفها يا شباب هيبقى اي ام اف في اكس على اي ام اف في واي هيساوي ان اكس او اي اكس على اي واي. طب جبنا اي اكس على اي واي ليه؟ فين ان اكس على ان واي والكلام ده كله متساوي. طب ما هو اي اكس على اي واي بكام على كام؟ 2 على 1. استخدم سلك معدني منتظم المقطع في صنع حلقتين A و B نصف قطريهما R و 2R على الترتيب. وضعت كل حلقة في مجال مغناطيسي عمودي على مستواها، فإذا تغير الفيض المغناطيسي المر خلالهما بنفس المعدل الزمني فإن نسبة مقداري قوى الدفع المستحثة في A و B. بالراحة. استخدم سلك معدني منتظم المقطع في صنع حلقتين A و B نصفي قطريهما R و 2R. فدي حلقة ودي حلقة، دي الحلقة A ودي الحلقة B، دي نص قطرها R ودي نص قطرها 2R على الترتيب. وضعت كل حلقة في مجال مغناطيسي عمودي على مستواها. كل حلقة اتحطت في مجال مغناطيسي عمودي على مستواها، فإذا تغير الفيض المغناطيسي المر خلالهما بنفس المعدل. عاوز قوة دفع A وقوة دفع B. صلى على رسول الله. أولا هما حلقتين يعني الإن متساوية. اولا هم حلقتين يبقى ان ملا متساويه. 2 الفيض اتغير بنفس المعدل يعني الدلتا فاي على الدلتا تي متساوي. وبناء عليه طالما الان متساويه والدلتا فاي على الدلتا تي متساويه يبقى القوه الدافعه متساويه. هنا هتهاجم من بعض الطلبه يقول لي مثلا ازاي يا استاذ ده مساحتهم مختلفه. اقول لك ما مساحتهم مختلفه بس ممكن يكون عارف ان المساحه الصغيره معاها كثافه كبيره والمساحه الكبيره معاها كثافه صغيره فالفيض بقى متساوي. هو قال ان معدل تغير الفيض متساوي، انا ملتزم باللي هو قاله. النقطه الثانيه شدتي التيار المر في الحلقتين. لما نروح لشده التيار اصلا اي بتساوي الاي ام اف مقسوم على ار، وده شيء منطقي. فلما نقول تيار الحلقه A على تيار الحلقه B فده بيساوي مقاومه الحلقه B على مقاومه الحلقه A. ومقاومه الحلقه B المقاومه رو اف ال على ايه؟ هم قال لك ان السلكين من نفس الماده وطبعا لهم نفس مساحه المقطع، يبقى الاختلاف هنا في طول السلك، فده طول السلك B على طول السلك A. السلك ده لو انا فردته والسلك ده لو انا فردته هل طولهم زي بعض؟ لا طبعا. طالما نص قطر ده ضعف ده يبقى طول السلك ده ضعف ده، يبقى طول السلك هنا 2 على كام؟ على 1. فالاجابه هنا هتبقى الاجابه ب.
ملفان دائريان 1 و2 مساحة مقطعيهما A1 و A2 على الترتيب، لهما نفس عدد اللفات، وضع في فيض مغناطيسي عمودي على مستويهما عند تغير كثافة الفيض خلالهما بنفس المعدل. كلمة تغيرت كثافة الفيض بنفس المعدل يعني دلتا بي للملف الأول على الدلتا تي للملف الأول هي نفسها الدلتا بي للملف الثاني على الدلتا تي للملف الثاني. وطبعا هما لهم نفس اللفات، يعني ان 1 على ان 2 بواحد على 1. قال لك لوحظ ان متوسط القوى الدافعه في الملف 1 ضعف القوى الدافعه في الملف 2، يعني القوى الدافعه الكهربيه في 1 على القوى الدافعه الكهربيه في 2 هتساوي ان 1 على ان 2 في دلتا بي 1 على دلتا بي 2 في اي 1 على اي 2 في دلتا تي 2 على دلتا تي 1. انا راضي ضميرك. اول حاجه يا جماعه الان متساويه، الدلتا بي 1 دي على الدلتا تي هي نفسها الدلتا بي 2 على الدلتا تي، فدول هيطيروا مع دول فيتبقى ايه 1 على ايه 2. متوسط القوه الدافعه 2 على 1 ده بيساوي ايه 1 على ايه 2. هستفهم من هنا في الاخر ان ايه 1 كام ايه 2 2 ايه 2. الاجابه هنا نمره الف. نروح للنقطه الخاصه بشروط مرور تيار مستحث. بصوا معايا يا شباب، صلوا على النبي. شروط تولد قوة دفعة كهربية مستحث، وفي المقابل هنا هنتكلم عن شروط مرور تيار مستحث. بصوا يا شباب، في طلبة كتير جدا بتخلط ما بين شروط تولد قوة دفعة وشروط مرور تيار. هنا الموضوع مش في خلطة ولا حاجة، القوة الدفعة حاجة والتيار عاوز شرط تاني. يعني مثلا لما اجيب لك مثلا حجارة زي دي، بطارية بالشكل ده، عمود جاف، البطاريه دي مكتوب عليها 1.5 فولت، هل بالشكل ده ماشي فيها تيار؟ الاجابه لا، مش ماشي فيها تيار. لكن هل معنى ان هي مش ماشي فيها تيار ان مفيش قوه دافعه؟ لا، في قوه دافعه. فوجود القوه الدافعه الكهربيه لا يضمن بالضروره مرور تيار. امال ايه اللي يحصل؟ انت عشان تمرر تيار محتاج حاجتين، يبقى عندك قوه دافعه وعندك دايره مقفوله. عندك قوه دافعه وعندك دايره مقفوله. ولذلك لما اتكلم عن شروط تولد قوه دافعه هتكلم في شرط واحد، حدوث تغير بالفيض المغناطيسي. كل اللي احنا عاوزينه ان يحصل عندنا تغير في الفيض المغناطيسي بس. اما عشان يتولد قوة دافعة فانت عندك الشرطين. اول شرط حدوث تغير بالفيض المغناطيسي عشان نضمن ان يبقى في قوة دافعة. 2 ان الدائرة اللي عندنا تبقى دائرة مغلقة، ما تبقاش دائرة مفتوحة. فلو دايره مفتوحه مفيش فيه قوه دافعه. قد مثال يوضح النقطه دي، صلى بينا على النبي. بصوا يا شباب، المثال اهو بيقول لي ايه. لو انا عندي مثلا هنا وليكن ملف بالشكل ده، هنا ملف دايرته مفتوحه وهنا مغناطيس بالشكل ده. المغناطيس ده انا هقربه من الملف بالشكل ده. معنى انك بتقربه من الملف يبقى مؤكد في تغير في الفيض، في تغير في الفيض. لكن هل وجود تغير في الفيض معناها ان في تيار؟ الاجابه لا. طالما الدايره هنا مفتوحه فاذا في قوه دفعه كهربيه عادي طالما التغير في الفيض حصل. يعني القوه الدفعه الكهربيه هنا المفترض انها لا تساوي صفر. ولكن لو سالتك عن شده التيار المستحث، شده التيار المستحث هنا بكام؟ بصفر، مفيش تيار مستحث. نروح لمثال تاني على الجزئيه دي وكان برضو مثال مهم جدا. المثال ده يا جماعه مثال مشهور قوي. بيعمل ايه؟ بيجيب لي هنا مغناطيسين ويقول لك المغناطيسين دول بيسقطوا ناحيه حلقتين. ده المغناطيس الاول له قطب شمالي وقطب جنوبي، وهنا الحلقه بالشكل ده. دي الحلقه الاولانيه، تمام. والتاني اهو نفس الكلام اهو، بيسقط برضه ناحيه حلقه. بس ايه الفرق بينهم؟ ان واحد الحلقه اللي بيعدي فيها مفتوحه والتانيه مقفوله. يعني هنا حلقه مفتوحه وهنا حلقه مقفوله. فالسؤال بيقول ايه؟ مغناطيسان A و B يسقطان سقوطا حرا نحو حلقتين كما بالشكل، فأي المغناطيسين يصل الأرض أولا؟ قبل ما أسأل مين المغناطيس اللي هيوصل الأرض الأول، أنا أسأل سؤال بسيط. مين الحلقة اللي هيتولد فيها قوة دافعة؟ ممتاز، الحلقتين فيهم قوة دافعة. مش فارق معايا إذا كانت الحلقة مفتوحة أو مقفولة، ولكن الحلقة اللي مع المغناطيس إيه؟ المفروض حلقة مغلقة ففيها تيار مستحث.
الحلقه اللي مع المغناطيس بي حلقه مفتوحه ما فيهاش تيار مستحث، فايه اللي هيحصل؟ كل مغناطيس منهم هيسقط تحت تاثير الوزن، فهنا الوزن بيشده لتحت وهنا الوزن بيشده لتحت. ولكن الحلقه هنا المفترض هيتولد فيها تيار عكس عقارب الساعه عشان يعمل هنا قطب شمالي، فبالتالي لما يعمل هنا قطب شمالي مع شمالي يتنافرم، فبالتالي اصبح في جنب الوزن هنا قوه تنافر الاعلى. القوتين دول هيتطرحوا من بعض ولا يتجمعوا؟ هيتطرحوا من بعض، فهيعطلوا نزول المغناطيس، يعني في النهايه بي هيصل اولا. يبقى مين المغناطيس اللي هيوصل اول؟ بي، لان بي هيسقط بفعل وزنه فقط، اما ايه هيسقط بفعل وزنه الاسفل وقوه تنافر لاعلى. ممكن تسال سؤال هنا يقول لك ايه؟ اي النقطتين هي الاعلى في الجهد؟ ركز بقى في ده الله يكرمك، صلي بينا على النبي. بص يا شباب، اولا لما تيجي تشوف مين اللي هيوصل او الاقطاب مين، بالراحه. هو هنا مفيش تيار، ولكن انا هتكلم باعتبار ما سيكون. يعني ايه؟ يعني انت بتقرب قطب شمالي، هنا الفض بيزيد، فهنا هيعمل قطب شمالي افتراضي. ده مش حقيقي يا جماعه، ده افتراضي انا بفترضه. وطالما هنا شمالي يبقى هنا ايه؟ جنوبي. طب ماشي، لو هنا شمالي يبقى في تيار افتراضي الاعلى، فده تيار افتراضي ما هوش حقيقي، انا بس برسمه عشان اعرف الجهد. طب ما هو التيار الافتراضي ده المفترض انه جاي من النقطه بي رايح للنقطه ايه. السؤال هنا مين النقطه الاعلى في الجهد؟ صلى على رسول الله. طلبه كتير جدا تقول ان جهد بي اعلى من جهد ايه، على اعتبار ان الكهرباء بتمشي من الجهد الاعلى للجهد الاقل. ودي معلومه ناقصه. ليه معلومه ناقصه؟ مش دايما الكهرباء بتمشي من الاعلى للاقل، الكهرباء بتمشي من الجهد الاعلى للاقل في الاحمال فقط. اي حاجه بتستهلك الطاقه زي اللمبات زي المراوح زي التكييفات، دي حاجات بتستهلك كهرباء، فالكهرباء بتمشي من الجهد الاعلى للجهد الاقل. اما خلال المصادر الكهربيه، الحاجات اللي بتولد فيها كهرباء، التيار بيمشي من الاقل للاعلى. ولك في البطاريه مثلا، البطاريه لما بنرسمها الحجاره العمود البسيط اهو بيبقى له قطبين سالب وموجب. دايما عادتنا ان احنا بنخرج التيار من الموجب ونوديه للسالب. فلو سالتك النقطه دي هتقول له جهدها سالب والنقطه دي جهدها موجب، رغم ان الكهرباء ماشيه من بي لايه الى ان جهد ايه اعلى من جهد بي. بالمثل الملف ده، الملف ده كانه بطاريه بالظبط، لان هو هنا المصدر الكهربي، فالكهرباء فيها تمشي من الجهد الاقل للجهد الاعلى، يعني بي جهدها سالب وايه جهدها موجب. دي كانت نقطة مهمة جدا في شروط تولد قوة دفعة وشروط تولد تيار مستحث. نقطة تانية، صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا يا شباب، قانون يا جماعة القوة الدفعة الكهربائية بيقول ايه؟ بيقول ان الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، والاي ام اف هنا دي بتساوي اي في ار، وبرضه بتساوي في ار على تي. واعلم جيدا ان الفاي ام هنا دي دلتا بي في ايه، وان الزمن بيساوي مسافه على سرعه. مسافه على ايه؟ على سرعه. طب ماشي، صلي بينا على النبي. السرعه هنا يا شباب مش اي سرعه، دي اسمها سرعه نسبيه، سرعه مالها نسبيه. قبل ما ابدا في اللي انا عاوز اقوله، تعال نتكلم عن فكره السرعه النسبيه. السرعه النسبيه بكل بساطه، لو الحاجتين ماشيين في نفس الاتجاه بطرح السرعه، كده طرح كده طرح. طالما ماشيين في نفس الاتجاه بعمل ايه؟ طرح. لو الحاجتين ماشيين في عكس الاتجاه انا هعمل جمع. دي السرعه النسبيه بمنتهى البساطه. تمام. تعالى بقى هنا، انا عاوز اتكلم في ايه؟ عاوز اتكلم في عوامل. اول حاجه العوامل بتاعه شده التيار المستحث. عوامل شده التيار المستحث. ايه عوامل اللي بتوقف عليها شدة التيار الكهربي المستحث؟ انتبه معايا. هو شدة التيار الكهربي اي بيساوي الاي ام اف على ار. اي بيساوي اي ام اف على ار. الاي ام اف هنا اللي هي ان دلتا فاي على دلتا تي. ان دلتا فاي على دلتا تي. من هنا هنجد ايه؟ من هنا هنجد ان شدة التيار المستحث، اسمعني بقى، بيتناسب طرد مع عاد اللفات.
بتناسب طردي مع معدل تغير الفيض، بتناسب طردي مع قوة المغناطيس، بيتناسب طردي مع مساحة الملف، بتناسب عكس مع المقاومة، بتناسب عكس مع الزمن، بتناسب طرد مع السرعة النسبية. دي العوامل اللي بتوقف عليها شدة التيار المستحث. دي كلها عوامل، يعني انت لو انت بتقرب مغناطيس من الملف، لو الملف ده لفاته كترت التيار بيزيد، لو معدل تغير الفيض زاد التيار بيزيد، لو جبت مغناطيس اقوى التيار بيزيد، لو زودت مساحة الملف التيار بيزيد، قللت المقاومة التيار بيزيد، قللت الزمن او زودت السرعة النسبية التيار بيزيد. طب ماشي، بعد عوامل التيار المستحث ركز بقى هنا بقى، انا هقسم الصفحة نصين لحاجة ما، صلى على النبي، او من غير ما اقسمها نصين ولا حاجة. بصوا يا شباب، صلى على النبي. لما اتكلم بقى عن عوامل القوى الدافعة الكهربية المستحثة، اسمعني بقى لو سمحت. هو ايه قانون القوة الدافعة؟ قانون القوة الدافعة انه بيساوي ان دلتا فاي على دلتا تي. لو سألتك ايه الشيء اللي موجود هنا مش موجود هنا، هتقول لي بمنتهى البساطة المقاومة. وبالتالي بنقول هنا ان عوامل القوة الدافعة هي نفس العوامل اللي فوق ما عدا المقاومة، نفس العوامل اللي فوق ما عدا المقاومة. يعني انا ممكن اخد ده كله كده كوبي وانسخه هنا، بس انا هشطب على فكرة المقاومة. يبقى احنا هنا ما عندناش مقاومة، المقاومة ملهاش اي لازمة. هنا ممكن يسألك سؤال حلو قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك انك معاك حلقتين، واحدة مصنوعة من النحاس والتانية مصنوعة من الألمنيوم، الاتنين متماثلين. بقرب من دي مغناطيس بسرعة V، وبقرب من دي مغناطيس بسرعة V. أنهي حلقة هيتولد فيها قوة دفعة أكبر، وأنهي حلقة هيتولد فيها تيار أكبر؟ أولا طالما الحلقتين متماثلين في المساحة ونفس المغناطيسات ونفس اللفات ونفس السرعة النسبية، فنقول ان القوة الدافعة الكهربية في الحلقة بتاعت النحاس هي نفس القوة الدافعة الكهربية في الحلقة بتاعت الألمنيوم. قال لا، امال نوع المادة فرق في ايه؟ نوع المادة هيفرق في المقاومة الكهربية اللي هي هتفرق في شدة التيار. فتيار في حلقة النحاس هيبقى اكبر من التيار في حلقة الألمنيوم. هنا انت فهمت هنا دور المقاومة الكهربية. النقطة الثالثة، تعال نتكلم عن عوامل كمية الشحنة الكهربية المستحثة. ركز بقى في دي شوية، صلى على النبي. هو انت بالقانون ده اهو، كيو في ار على تي بتساوي ان دلتا فاي على دلتا تي. انت هتشيل تي مع تي، فهتجد ان كيو بتساوي ان دلتا فاي على ار. ان دلتا فاي على ار دي معناها ايه؟ معناها ان القانون ده نوعا ما شبه القانون ده بس مفيش في زمن. وطالما مفيش في زمن يبقى احنا هناخد نفس العوامل ما عدا الزمن او السرعه. يبقى نفس العوامل هنا هي هنا، بس هنشيل منها الزمن او ايه؟ او السرعه. بالظبط كده. فبالتالي انا هاخد هنا نفس العوامل بس هشيل منها الزمن او السرعه. وبالتالي كميه الشحنه الكهربيه ملهاش دعوه بالزمن او السرعه. يعني انا لو جبت لك هنا ملف بالشكل ده، وليكن ملف اهو، ده ملف، الملف ده متوصل بيه دايره بالشكل ده، الدايره دي فيها مقاومه، وبعدين جيت انا اقرب مغناطيس من ملف بالشكل ده، قرب بسرعه V. فبيسال سؤال، لو انا قربته بسرعه 3V ايه اللي هيتغير؟ اولا انت لو زودت السرعه هنا القوه الدافعه هتزيد لثلاث امثالها، شده التيار هيزيد لثلاث امثاله، ولكن كميه الشحنه المره تظل ما لا ثبت. دي هنا بالنسبه للجزء الخاص بالعوامل. نروح للجزء الخاص بالرسومات البيانيه. ازاي تحول علاقه بين الفيض المغناطيسي والزمن لعلاقه بين القوه الدافعه الكهربيه والزمن؟ صلي بينا على النبي. الموضوع ابسط مما تتخيل، بالراحه خالص. اولا هنا الفيض بيزيد بانتظام. دي زاويه نوعها ايه يا حبيبي؟ والله يا استاذ دي زاويه حاده. كويس قوي. طب بالنسبه لده الزاويه دي نوعها ايه؟ والله يا استاذ دي زاويه منفرجه. الموضوع بسيط. الزاويه الحاده يبقى يديك قوه دافعه سالبه ثابته،
منفرجه ثابته وموجبه. يعني هنا مثلا الزاويه حاده اهي تبقى قيمه ثابته او قيمه ثابته وسالبه تحت الصفر. طب هنا الزاويه منفرجه تبقى ثابته ومالها وموجبه اهي. طب هنا مفيش تغير، يبقى خلاص يبقى قوه الدفعه بكام؟ بصفر. ده الشكل البياني بتاعها. تعال نتدرب عليها تاني. تعالى هنا صلى على النبي. هنا يا جماعه الخط ده شايفه عامل زاويه مالها منفرجه. طب ما انا لسه قايل لك منفرجه تبقى ثابته وموجبه. طب بالنسبه للخط اللي جنبه، الخط اللي جنبه ده كده عامل زاويه مالها حاده. حاده تبقى ثابته وسالبه اهي. طب هنا مفيش، الفيض ثابت، يبقى قوه الدفعه بكام؟ بصفر. قلنا كذا مره ان قوه الدفعه بتنشا عن الفيض ولا تنشا عن تغير تنشا عن تغير الفيض ولا تنشا عن الفيض. دي كانت ازاي تحول علاقه بين فيض وزمن لعلاقه لقوه دفعه وزمن. ممكن تجيب لك كثافه فيض وزمن برضه، نفس الفكره هي بالظبط. الاشكال التاليه توضح محاولات طالب لدراسه تاثير اتجاه ومقدار السرعه النسبيه بين مغناطيس وملف على مقدار القوه الدافعه المستحثه في الملف. اذا تحرك المغناطيس في كل محاوله بسرعه منتظمه خلال المسافه دي، فان الترتيب التنازلي الصحيح لمقادير القوه الدافعه الكهربيه المتوسطه في هذه المحاولات. بالراحه. الاختلاف فيهم كلهم في موضوع السرعه النسبيه. هنا السرعه 2 في، هنا ماشيين عكس بعض بجمعهم 3 في، هنا ماشيين في نفس الاتجاه بطرحهم 1 في، هنا ماشيين في نفس الاتجاه بطرحهم 0. وبناء عليه اكبر حاجه هي رقم 2، يليها رقم 1، يليها رقم 3، يليها رقم 4. الاجابه هنا هي نمره ب. السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يمثل قضيبين مغناطيسيين متماثلين يسقطان سقوطا حرا من ارتفاعين h و 2h على امتداد محوري حلقتين معدنيتين متماثلتين A و B على الترتيب. ما العبارة التي تصف التيار المستحث خلال الحلقتين لحظة وصول كل منهما إلى مستوى الحلقة؟ صل بنا على النبي. بصوا يا شباب، الاختلاف بين الشكلين في الارتفاع اللي هو سقط منه. الارتفاع هنا أكبر، يعني المفترض ينزل بسرعة أكبر. هو احنا لو بنحذف واحد من الدور الثاني هيحصل له زي ما يحصل له لو حذفناه من الدور العاشر؟ أكيد المسافة بتفرق في السرعة. فأكيد اللي سرعته أكبر هيدين تيار أكبر، لأن شدة التيار بيعتمد على السرعة، وبالتالي شدة التيار في الحلقة دي هتبقى أكبر. النقطة الثالثة. قام طالب بإجراء الخطوات التالية مستخدما الأدوات الموضحة بالشكل. الخطوة 1. حرك المغناطيس نحو الملف اللولبي مع إبقاء الملف اللولبي ساكن. 2. حرك كل من المغناطيس والملف اللولبي بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه. 3. حرك كل من المغناطيس والملف اللولبي بنفس السرعة وفي عكس الاتجاه. أي الخطوات لا تؤدي لتوليد القوة الدافعة بالملف لحظة تنفيذها. طبعا الخطوه الثانيه هي الخطوه اللي احنا هنختارها. ليه بقى؟ لانك لو حركت المغناطيس والملف بنفس السرعه وفي نفس الاتجاه، المفترض السرعه النسبيه هنا بصفر، وبالتالي لا يتولد قوه دفع. طبقا للشكل التالي، كل من المغناطيسين والملفين متماثلين. بيقول لي هنا من تياره اكبر. اللي تياره اكبر مين؟ صلوا بينا على النبي. طبقا للشكل التالي، كل من المغناطيسين والملفين متماثلين. بيقول لي مين الحاله اللي فيها تيار اكبر؟ اكيد الحاله اللي فيها تيار اكبر هي الحاله اللي فيها سرعه اكبر، لان السرعه هنا لما بتزيد التيار بتزيد. اذا I2 اكبر من I1. الاشكال التاليه تمثل ملفات متماثله ومغناطيسات متماثله. تتحرك المغناطيسات بسرعات مختلفه في الاتجاهات الموضحه بالشكل. فبيقول لك الشكل من الاشكال السابقه الذي لا يمر فيه تيار مستحث عبر المقاومه R. صل بينا على النبي. نبدا باول شكل اللي هو الشكل هنا مثلا. هو هنا بيقرب قطب جنوبي، فطالما بيقرب الفيض بيزيد، فيعمل هنا جنوبي وهنا شمالي. وهنا بيبعد القطب الجنوبي، فطالما بيبعد القطب الجنوبي هيعمل قطب معاكس، هنا شمالي وهنا جنوبي. لا ده هنا في تيار مستحث وتيار كبير كمان. طب تعالى هنا، هو هنا بيحرك جنوبي بيقربه، فيعمل هنا جنوبي وهنا شمالي. وهنا بيبعد الشمالي، فهنا يعمل جنوبي، بس هيعمل جنوبي كبير شويه. جنوبي كبير ليه يا استاذ؟ اصل هو هنا يا جماعه ده 3 في، لكن ده كان 2 في. هنا جنوبي وهنا شمالي، فالشمالي ده هياكل الجنوبي ده والجنوبي ده ياكل الشمالي ده، فهيبقى في تيار برضه. طب تعال الشكل الثالث، الشكل هنا اللي هو سي.
ده بيتحرك بسرعه في ان، هيعمل هنا ان وهنا اس، وهنا الشمالي بيبعد هيعمل هنا اس وهنا ان، نفس الحاله اللي فوق بالظبط. طب تعالى هنا، المفترض ده اس بيتقرب فيعمل هنا اس وهنا ان، وهنا ان بيبعد فيعمل هنا اس وهنا ان بنفس الحجم، لان الاتنين نفس السرعه، فالجنوبي ياكل الشمالي والشمالي ياكل الجنوبي. هنا مفيش تيار، فالشكل هنا يبقى الشكل دي. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل عند تحريك المغناطيس نحو الملف بسرعة v من النقطة x إلى y، فإن مؤشر الجلفانو انحرف وحدتين على يمين صفر التدريج. إذا أعيدت التجربة مرة أخرى بحيث يكون القطب الجنوبي هو المواجه للمغناطيس وتم تحريكه بسرعة 2v، المؤشر ينحرف إزاي؟ بالراحة. هو احنا في الأول كنا بنقرب القطب الشمالي، ركز، بنقرب القطب الشمالي بسرعة v، انحرف وحدتين ناحية اليمين. قولهم لنفسك كده، بنقرب قطب مين؟ شمالي، بسرعة v، انحرف وحدتين ناحية اليمين. طب لو أنا قلبت بقيت بقرب القطب الجنوبي بسرعة 2v، هي سرعة v خلاه يعمل وحدتين. طب لو سرعة 2v يعمل 4 وحدات. طب 4 وحدات هتبقى يمينا ولا يسارا؟ والله احنا كنا الاول بنقرب القطب الشمالي، بقينا بنقرب القطب الجنوبي، يبقى هو بدل ما كان ينحرف يمين بقى بيتحرف شمال. الاجابه هنا هتبقى نمره الف هي الاجابه. بس الملف الاولوي يتصل بجلفانومتر ذو ملف متحرك في دائره مغلقه بجواره مغناطيس، فيكون اكبر انحراف لمؤشر الجلفانو عندما تكون سرعه المغناطيس والملف ايه؟ صلى على النبي. اكبر انحراف لما تبقى السرعه النسبيه كبيره. السرعه النسبيه كبيره لو بيقربوا من بعض او بيبعدوا عن بعض. فبيقول لك اول واحده هنا في الاتجاه واحد المغناطيس، وهنا في الاتجاه 2. طب تاني واحده في الاتجاه واحد و2 في الاتجاه 2. تالت واحده ان المغناطيس يبقى 2 في الاتجاه 2 وهنا 2 في الاتجاه 2. لا، هنا في نفس الاتجاه لا. طب هنا في الاتجاه 2 وفي في الاتجاه 2 برضه لا. فالاجابه هنا هي نمره 2، لان هنا لما ده يبقى في وده يبقى 2 في هجمعهم مع بعض يبقى كام في؟ 3 في. الاشكال المقابله 1 و2 و3 كل منها يمثل ملف ومغناطيس، فاذا كانت الملفات والمغناطيسات متماثله وعلى نفس المسافه من البدايه، اذا كانت القوى الدفعه الكهربيه في الملفات هي EMF1 وEMF2 وEMF3، عاوز علاقه القوى الدفعه. السرعه النسبيه هنا 2 في، بطرح السرعه النسبيه هنا 3 في هجمع، السرعه النسبيه هنا 2 في هجمع برضه. اذا 1 و3 قد بعض وكلاهما اقل من 2. ففين الشكل اللي فيه 1 و3 قد بعض وكلاهما اقل من 2؟ هيبقى الشكل نمره الف. ده كان اخر حاجه. طبعا استنونا في اسئله السنوات السابقه سواء في الثانويه العامه او الثانويه الازهريه لدرس قانون فاراداي وقاعده لينز. بالتوفيق يا شباب.